السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم على بركة الله جيتكم بالوصفة اللي رانا في وقتها، يعني كما نقولوا وقت الفول والجلبانة. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتشاركوا في القناة وتدعموني باللايك وتبارطاجوا القناة مع أصدقائكم. هنا على بركة الله نبدأ بالوصفة بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا عندنا المكونات تاعنا: فول أخضر، جلبانة، لحم بقري. هنا استخدمتها باللحم البقري، وقادر تستخدموها بالدجاج، يعني بصلة، ثوم وطماطم ومعدنوس والجزر. هذا هي المكونات تاعنا. راح نجيب الفول كامل هذاك اللي عندي، راح نصفيه. انا تاعي كان شوي قديم يعني في الفريجيدار، على هذا حيزو لحقاته كما نقول الوقت انه يتطبخ. راح نغسل كامل هذاك الفول تاعي ونحطه، نقصه كامل هكا رقيق. بعد ما نحيت له الراس ونحيت له هذاك الاسوداد اللي فيه، راح نقص هذاك الفول تاعي رقيق كما هو، تقريبا كما حبة الجلبانة. ما راحش نخشنه بزاف باش يقدروا الولاد ياكلوه لي وما يقولوليش هذا قشور وما ناكلوش. على هذا راح نقصه هكا رقيق ونحطه يغلي مع الجلبانة. انا هنا الجلبانة تاعي شريتها يعني عندها يامات من اللي شريتها، وحطيتها في الكونجيلاتور باش ما تفسدليش حيت ما نطيبها. كنت نستنى نشري الفول يعني. هنا شوفوا هاي المعدنوس تاعي رجع يجيب لي، ما يجيب لي يولد لي كيما نقولوا جلبانة. بسم الله ما شاء الله. راح نحط الجلبانة تاعي مع الفول نحطيهم يغليو مع السر اللي يخليهم الاخضرار تاعهم هكاك. ربع ملعقه تاع سكر، ما راحش ديري ملح، الملح راح يسودهولك هذاك يسود لك الفول، بس السكر يخليه لك اخضر. نحطه من جهه يغلي ونبدا. هنا راح نحط الثوم تاعي، قلت لك واحد حبس 5 حبات تاع ثوم، يعني فصوص تاع ثوم، حبه بصل متوسطه، 3 حبات. انا هنا درت 3 حبات طماطم. هنا انا الطماطم تاعي شوي صغار، اذا كبار يعني تقدر ديري حبه ولا زوج. المهم راح نكمل نقص هذا الشيء كامل. انا هنا ما استخدمتش الماء، راح ميكسي هذا الشيء كامل، هذه الخضره يعني اللي عندي ميكسيها مليح ونحطها من جهه ثانيه. نقص المعدنوس والجزر تاعي ونكملها. الوصفه هذه الحقيقه كاين بزاف اللي يستخدموا البطاطا، انا الحق ما تعجبنيش بالبطاطا. هي الرسم تاعي هو الجزر وخاصني اذا كانت شوي حاره. جزر والفول والجلبانه معدنوس، هذه هي اللي تقريبا اللي يدور بهذه الوصفه يعني اكثر. هنا راح نقص المعدنوس تاعي رقيق ونكمل نقص الزروديه تاعي حتى نخلصها كامل هذاك الجزر. هنا اول ما ياخذ لي هذاك الفول والجلبانه غليه راح نحيه ونشلو بماء بارد باش ما يتبدلش اللون تاعو. هنا في الكيكوت انا هنا استخدمت السمن، اللي ما عندهاش سمن تستخدم الزيت عادي، دير واحد 4 مغارف تاع زيت وتكمل الوصفه تاعها. راح نلوح هذيك البصله والطماطم اللي ميكسيتهم كامل، ونزيد الجلبانه والمعدنوس. انا هنا راح نلوح كلش بارد في بارد، عفوا الحمد لله. راح نكمل نلوح لي زيبيس تاعي، هو فلفل احمر، كزبر وراس الحانوت وفلفل اسود وملح. هذه هي المكونات تاعي اللي راح نديرهم. ها هي كي خلاص. بعد ما نكمل هذا نلوح كامل لي زيبيس والملح تاعي، راح نلوح هذاك الفول ونزيد اللحم. هنا اللحم انا غسلته من قبل بالماء والملح، يعني نحيت له هذاك الدم اللي فيه باش ما يكحليش المرقه. الطماطم معلبه راح ندير ملعقه، ونكمل نلوح هذيك الجلبانه والفول. شوفوا الاخضرار تاعهم كي تشوفوهم دركا كي نسربيهم كيفاه لونهم اخضر، ما كحالوليش. شوفي اللون تاعهم ما زالوا اخضر وراح يقعد اخضر حتى بعد ما تطيب. هنا راح نهز الكيكوت تاعي نحطها فوق النار ونخليها تتقلى. انا هنا قفلت عليها الكيكوت واحد 5 دقائق، خليت الكيكوت تاعي صفرت واحد 5 دقائق حتى ل7 دقائق وحليت عليها. بعد ما حليت عليها لقيتها تقلات خلاص، يعني ما راحش تديلي وقت انه نخليها على نار ناقصه. كي تقفلي عليها الكيكوت وتنقصي النار تتقلالك بسرعه. نمرق هنا المرقه تاعي. انا هنا استخدمت واحد جويه هنا يطرى ونص تاع ماء اليطرى، يعني ما تكتريش لحسب افراد العائله، لان الشطيحه هذه ما راحش يكون فيها بزاف الماء. هنا ها هي كي بعد ما طابت لي ولحنا هذيك الفلفله بعد ما طابت لي، ها هي كي. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها مع الوليدات، وخاصه يضرك وقت الفول يعني. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتنال اعجابكم، وتشاركوا في القناه وتدعموني باللايك. في امان الله وحفظه.